يعني حاجات درست ناس درست يا زياد؟ نعم. لا كم درست؟ لا ما كمل ثالث ثانوي. لا ثالث ثانوي خلاص، والجامعة؟ ما حصلناش اصلا، جلسنا من هنا لهنا وانتم زي ما شايفين وضع البلاد وضع لا يحسد عليه، ومصاريف حق الجامعة وحق، واصلا انا مزوج وتزوج والحمد لله. إذا ألف مليون مبروك مؤخرا لله. مؤخرا يا زياد. الله يبارك فيكم. معي 2 عيال، طارق وخالد الله يصلحهم. الله يحفظهم الآن ويصلحهم. طارق ابني بيدرس ما شاء الله، أنت بأهم شيء عيالك الدراسة يا زياد. الحمد لله. طيب يا زياد، أنا بسألك سؤال، لو جاوبت على سؤال يا زياد. ايش تشكي لك؟ انا ما جيتش انا بطران ولا يعني من هكذا، ولا انا نكبني صاحبي، انا نكبني صاحبي. عشرة عمر بيننا هانت، والناس على أصلها بانت. صاحبي الذي اديت له عندك كل ما جد واملك، وليت على مالي، اديت له البضاعة، يعني ساير تنوع عمر وعشرة عمر، واشتغلنا تمام، وصرنا جينا هنا واشتغلنا والحمد لله زي ما الأخوة. يعني كنت امنت على كل املاكك ما وكل وذكت الذي بخي، ما وذكت ببي، يعني كان جنبي، بس كنا بيننا اخذ وعطاء، اتيه يعني يحصل عليه حاجه، ينقص عليه حاجه اوقف جنبه. كذلك يجي لعندي اشتي مصروف اشتي، ما قصرش معه. فاشتغلنا لقينا عمل الحمد لله، واشتغلنا وفرت كل ما معي وما املك في بضاعه. هذه كان موسم عمل، اشتغل معي، اديت له الضمار حقي، والفت من الخبره اصحابي التجار الذين انا متعارف معاهم، دينوني معرف بالسوق، مع اني وفي، ما قال لك الوفي مخزانها السوق. يا سلام. لا حتى الان وانا مديون 700,000. يعني صاحبك نكبك في 700؟ 700 الحمد لله والشكر. وهرب ولا ايش؟ هرب، بس اشتغل ودع عمال واشتغل ورحل. خلاص ونسيت. ورحله ونسيت. و700,000 اتصل له يا اخي، عيال عمي يجي يوقف جنبي يشتغل معي عادي، انا عاد اشتغل واقضيها الحمد لله، حتى لو اجمعها على 100. يعني الان انت اللي جالس تقضيها يعني؟ انا مستعد اقضيها حتى لو ما مت. الان يعني سبب خروجك يا زياد وبيعك الالعاب، علشان اول حاجه انك تعيل عيالك وتاكلهم اللقمه الحلال، ثاني شيء علشان تقضي 700,000. اقضي 700,000 ومن قدر الصديق يعني. قدر الصديق، هو قدرني هكذا وانا كنت اوثق به كل الثقه، واقول له الحمد لله الشكر، ولو شكرت ان لا ازيدكم. لو كان واقف جنبي كنت انا بدي اوقف جنبه، ولو وقف في محنتي كنت انا عاد اوقف معه، حتى لو يعني لهذه المره خسرنا، المره الثانيه حنعوض. ما حد طلع هكذا جت له الفلوس فجاه والملايين والشغل وهذا، حبه حبه. السنه الاولى عمل خفيف، السنه الثانيه الداري بين يجلس من العمل ويكمل ويخسر ولا عمال ولا هذا، وتي مشقاته من البيت، واسير اطلب الله على 50 على 20، وتي مشقاته العامل مشيش اتحمل حق احد، اشتبني لي صح. يا سلام عليك، اللي يبنى على صح ينتهي على صح. وزياد ما دام انت خرجت يا زياد ونيتك الخير وانت مستعد تقضيها، فانا اقول لك باذن الله الواحد لحد ان ربك بيسهل لك ان شاء الله، وبتقضي 700,000، وان شاء الله بتحصل مثلها 10 مرات. واي واحد عندي للزلط من اول ولا اي شيء له ولا اي حاجه، انا مستعد توفيه في اي وقت حتى لو ما مفت. ربي يسعدك يا زياد، وباذن الله ربي يسهل امرك. قل امين يا رب. امين ان شاء الله. الله عليه العوض دائما. انا وثقت فيه وطرحت ثقتي كل ثقتي فيه، وانصح الناس كلهم منهم منك لا تخونوا ولو كنت خاين. صح. لانه واحد بيطرح الثقه كل الثقاتك فيه. هذه نصيحه يعني ورساله للناس، الشخص اللي يأمنك انت بتغدر فيه، لان الغدره والطعنه في الظهر توجع يعني. توجع، لانه لو كانت صاحب ولا ضاعت البضاعه، يعني قدر الله ما وقعش عمل ما هذا، بس هذا بز نفسه ورحل عني، ضيعني، طرحني انا في متاهه الحالي. لا اقدر ذاحين منين ادبر للناس الزلط حقهم، ارجع اقضي ديوني، ابيض وجهي على مره ثانيه لو ما يصير عندهم يتولي. انت يا زياد مش لحالك، لانك ما دام انت نياتك طيبه وقلبك رحيم يا زياد ونياتك صافيه، اعرف ان في رب ومولى لا يمكن الشخص، انت وكلت الله، فاعرف ان الله لا يمكن يطرحك او يفلت يدك، حتى اذا ضاع علي يا اخي جيو في نيامي الله موجود، انه خاسر، انه ما حصلش الربح، انه الصرف ضيعها في عمال، اما انه يفلتني هكذا وينسحب من جنبي وجع قوي. بس باذن الله لو كان جنبي كنت انا عاد اتخارج، عاد ادور من هنا بعد عاد انا عاد استخي قبل يمكن 6 اشهر او 7 اشهر، لا زلت مديون، بس يفرجها الله.
لها الحمد لله الشكر. لها الحمد لله الشكر. ربنا يسعدك يا زياد إن شاء الله، وبإذن الله الله كريم مع عدم الخير. طيب يا زياد، أنا بسألك سؤال يا زياد وتحدي، إذا جاوبت على سؤال يا زياد إن شاء الله بتاخذ جائزة مالية، طبعا هي قليلة بس إن شاء الله بإذن الله تكون عون لك يا زياد. عند الله الكثير. عند الله الكثير. الله يعوضك ويبارك لك حبيبي ويبارك يا زياد. لعيال الخير والناس الذي يفعلوا الخير. نتمنى الخير اللي يعم الناس جميعا ان شاء الله. أنا أفدالك يا زياد، وأحلى كلمات هذه نحطها تاج على رؤوسنا والله. لكن أنت ما جيتش للجانب الثاني، لو جاوبت غلط يا زياد عاد أشيل عليك العبء بلاش. عادي يا عم، شو الذي اشياء الدنيا حق الله مالك، ما حد باخذ معه شيء. بس يا زياد قلت لك إذا جاوبت أنت صح إن شاء الله بتاخذ الجائزة المالية، إذا جاوبت غلط بشيل عليك العبء. جاهز؟ ان شاء الله. أشوف معك كرات يا زياد، كرات وحركات، لذلك السؤال يا زياد سؤال صعب. سؤال الله يستر يعني. الله يستر.